يا مساء الفل عليكم. وحشتوني كتير كتير من القصة اللي فاتت، وجايبة لكم النهاردة بقى حكاية أنا متأكدة إن شاء الله إنها هتعجبكم جدا. بس قبل ما نبدأ الحكاية ونشوف هتقول إيه، حابة بس أفكركم بقنواتي: قصص منسية، وحكايات مايا، وأفلام وقصص كاملة. دول قنواتي التلاتة. ياريت تتأكدوا إنكم مشتركين في التلات قنوات علشان يوصل لكم أي حكاية وقصة ورواية إحنا بننزلها. هنسيب اللينك في أول كومنت مثبت. ولو عجبتكم حكاية النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل القصص الجديدة اللي هتنزل. ويلا بينا نشوف حكاية النهاردة هتقول ايه. صحيت من النوم على صوت التليفون عمال بيرن. رديت وانا مستغربة. الو، كيفك يا سما يا بنتي؟ اتوحشناكي جوي يا بنتي. كهربا غريبة ضربت جسمي كله. حسيت إن فقدت القدرة على الكلام. ما كنتش أبدا متوقعة إني هسمع الصوت ده تاني، ولا إني هحتك بالعيلة دي تاني. الصوت ده رجعني ل13 سنة لورا. ضرب نار، دم وقتل. كان مشهد مرعب قاسي محفور في دماغي. لسه فاكراه كأنه امبارح بالظبط. جسمي تلج واترعشت. صوتي اترعش. انتي لسه معايا على الخط يا بنتي؟ رديت بصوت بيترعش. اه، ايوه يا عمي انا معاك. كيفك يا بنتي؟ وكيف احوالك؟ ايه الغيبة طول السنين دي؟ ولا حتى بتسألي علينا ولا بتيجي عندنا في البلد؟ معلش يا عمي، انت عارف الدراسة والشغل والظروف يعني وكده. ان شاء الله هبقى اتصل بيك قريب ونحدد ميعاد نتقابل فيه. لا، احنا لسه هنحدد. انت لازم تكوني عندنا هنا في الدار بكرة. بكرة؟ بكرة ليه؟ جدك يا بنتي في آخر أيامه وعايز يشوفك. اتوحشتيه جوي جوي. ماله جده؟ هو تعبان ماله؟ طمني عليه. والله يا بنتي ما عارف أقولك إيه، بس جدك تعبان جوي جوي، وممكن لا قدر الله يحصل له أي حاجة. في اللحظة دي سكت. افتكرت كل اللي حصل زمان. أنا عارف يا بنت أخوي إنك مش عايزة تشوفينا ولا تسمعي صوتنا بعد اللي حصل، بس والله يا ضنايا ملناش صالح باللي حصل في الموضوع ده. حياة النبي لا تيجي تزوري جدك، هو ملهوش ذنب في اللي حصل، وهو في آخر أيامه. خلاص يا عمي، بكرة الصبح بإذن الله هكون عندكم في البلد. بلغ باقي العيلة. ربنا يبارك لك يا بنت أخوي. هستناكي بكرة يا حبيبتي. مع السلامة. قفلت التليفون وأنا جوايا أحاسيس مختلفة، خوف وقلق وحماس في نفس الوقت. معقول؟ معقول هرجع بعد كل السنين دي وبعد كل اللي حصل ده؟ ازاي اصلا هقدر اتعايش معاهم بعد اللي حصل؟ قمت فطرت، جهزت هدومي، حطيتها في الشنطة، وكلمتهم في الشغل انهم يعملوا لي اجازة اسبوع، ونزلت اخدت اول قطر رايح للصعيد. نزلت من العربية وحطيت شنطتي على الارض، وانا قدام البيت واقفة متنحة قدامه. كل تفصيلة فيه ليها ذكرى معايا. حسيت بإحساس غريب إني عايزة أهرب، أرجع تاني، بس فقت على صوت الراجل اللي وصلني بالعربية وهو بيطلب مني الحساب. حسبته ومشي. ابتديت أمشي خطوة ورا خطوة لحد ما وصلت للباب. خبطت على الباب وأنا بترعش، جسمي كان كله متلج. الباب اتفتح. انتي سما بنت عمي صح؟ أيوة. انتي خديجة بنت عم كمال صح كده؟ أيوة صح. وحشتيني قوي يا بنت عمي. تعالي ادخلي. وفعلا دخلت، سلمت على أهلي وحضنتهم. مش هنكر إني كنت فعلا محتاجة إني أحس بالأمان والونس والدفى. كان نفسي في الحضن ده من زمان قوي. أنا كنت فاكر إنك مش هتيجي يا بنت أخويا، بس طلعتي أصيلة. وأنا أقدر برضه يا عمي، انتوا مهما كان أهلي يعني أكيد في بينا دم. أصيلة يا بنت أخويا. تعالي بقى شوفي ولاد عمك كمان كبروا إزاي. فعلا كبروا جدا يا عمو. أنا لسه فاكرة خديجة لما كانت لسه بتلعب بالعرايس الصغيرة. الأيام بتجري يا سما. شفتي حسن ابن عمك كبر إزاي وبقى راجل؟ برضو أنا فاكراه لما كان بيجري بيطير الحمام اللي بتربوه في الغية بتاعته. طول عمره كان واد مؤذي، طول عمره أذى. حسن ضحك وقال: طب افتكري لنا حاجة عدلة يا بنت عمي، مش كده يعني؟
ضحكنا كلنا، قعدنا نهزر مع بعض ونتكلم سوا. فرجوني على شكل البيت من جوه بعد طبعا ما اتجدد عن زمان. بس تصدق ان البيت ما اتغيرش خالص عن يعني زمان، غير لما اتجدد حاجة بسيطة. امال يا بنت عمي، لسه ريحة الدار زي ما هي من ايام المرحوم عمي. بصيت له والدموع اتجمعت في عيني. فعلا زي ما هي. بقولك ايه يا حسن، انا عايزة اشوف جده، هو فين؟ في الأوضة الكبيرة اللي فوق، تعالي معايا. مشيت وراه، دخلت الأوضة بس لقيتها فاضية. ايه ده؟ هو فين جده يا حسن؟ اسكتي يا بنت انتي، بدل ما طير نافوخك بالسلاح ده. ايه يا حسن، في ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ بنبرة كلها زعيق. بقولك اسكتي. هو في ايه؟ انا مش فاهمة حاجة، انت بتعمل كده ليه؟ هتقعدي ساكتة وتتخرسي ولا خليكي تحصل ابوكي؟ خلاص خلاص، والله انا مش هعمل حاجة. بس بس فهمني، انا مش عارفة انت بتعمل كده ليه. شوية وهتعرفي كل حاجة. كنت قاعدة في الأوضة، قاعدة بعيط. قعدت 10 دقايق ولقيت عمي وولاد عمي وجدي وناس من عيلة تانية داخلين الأوضة. يلا يا مولانا، تعالى اكتب الكتاب. يكتب كتاب مين؟ انتوا مجانين؟ انتوا عايزين مني ايه؟ سيبوني في حالي. بنات عمي الاتنين كتفوني، حطوا ايدهم بعنف عليا. انا كنت عمالة بعيط وعمالة بصرخ: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. يلا يا عريس، خد عروستك وروح على داركم، بكرة الصباحية هنجيب حاجة العروسة لحد عندكم. كتفوني بالعافية، كنت عمالة أصرخ بترجاهم إنهم يسيبوني. دخلوني عربية، عربية كبيرة سودة مع شخص غريب كان هو اللي بيسوق. طول الطريق ما كانش بيحصل حاجة غير إني بعيط وبدعي ربنا بصوت عالي، وهو ما بينطقش بكلمة، باصص قدامه ومركز في طريقه. حسيت إني بفقد الوعي وإني مش حاسة بحاجة خالص لحد ما وصلنا. ولما فقت لقيت نفسي على سرير في أوضة غريبة، أوضة كبيرة، وأنا لسه متكتفة، لسه زي ما أنا. لقيت قدامي واحد طويل وعريض، بشرته سمرة وعينه عسلي، واقف قدامي وبيلبس بدلة بيضة. بصيت له وقلت بصوت مليان رعب: هو هو انت مين؟ بصلي وسكت. انت مين وعايز مني ايه؟ بصلي برضه وسكت وعينه كلها شر. ممكن ترد عليا؟ انت مين وعايز مني ايه؟ وايه اللي حصل لكل ده؟ انا مش فاهمة حاجة. ابتديت في اللحظة دي اعيط كتير جدا. قال بصوت حد: انا فهد الورداني، جوزك. قرب مني، مسك ايدي وفكني. انا اهم حاجة عندي هي سمع الكلام. انتي قاعدة هنا علشان تقولي حاضر ونعم وبس. الراس الناشفة في الدار دي هي راسي انا وبس. انا مرجع من الشغل الساعة 7، يعني الساعة 7 ل5 تكوني محضرة الأكل على السفرة، وعندك الخدم كتير يقدروا يساعدوكي، وما تشيليش هم النظافة. القصر هنا الخدم هو اللي بيعمل كل حاجة. المطرح مطرحك والدار دارك، اعملي اللي انت عايزاه. وهدومك وصلت النهاردة، هتلاقيها كلها في الدولاب عندك. وقبل ما يخرج من باب الأوضة: وعلى فكرة، أنا مش هجبرك على أي حاجة، ومش بمد إيدي على الحريم. رجالة الصعيد ما بيعملوش الكلام ده. مشي وقفل الباب، قفل الباب وراه. أنا لحد دلوقتي مش قادرة أستوعب اللي بيحصل لي. عيلة الورداني، العيلة اللي كانت سبب في موت أبويا من 13 سنة، وعايزين يموتوني أنا كمان. أنا حاسة إن أنا بحلم، أو إني مثلا في فيلم أو رواية. مستحيل يكون ده حقيقي. ما استسلمتش لنفسي وقمت عشان أخد الشاور. لبست حاجة من الدولاب وظبطت نفسي ونزلت علشان أستكشف القصر وأتعرف على الخدم. وقفت أتأمل وهم كانوا بيشتغلوا. سكوت تام، بيشتغلوا كلهم بدقة. كل واحد كان مركز في اللي بيعمله بطريقة تخوف. كان في واحدة بتغسل المواعين، وقعت منها كوباية واتكسرت. بدأت تنهار. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا مراري، البه لما يجي مش هيخليني لحظة واحدة في البيت ده. بقيت تتخرب. اهدي اهدي، ما حصلش حاجة.
دي كوباية يعني، ما يجراش حاجة. أهم حاجة أنت كويسة وإيدك سليمة. ها؟ قومتها من على الأرض وأنا بمسك إيدها. إيدك كويسة؟ ما تعورتيش؟ لا، إيدي كويسة. طب الحمد لله. ما تخافيش، إحنا هننضف مكانها وخلاص. مفيش أي حاجة. كملي شغل عادي ولا يهمك. يعني أنتي مش شايلة مني يا هانم؟ لا طبعا، هشيل ليه؟ طب إلهي يسترك ويرزقك بولاد الحلال. ما تقوليش لي فهد بيه على حاجة. حاضر، بس دي كوباية يعني. انتي أصلك ما تعرفيش فهد بيه. ده بيدقق جدا في الحاجات الصغيرة. ازاي ده ممكن يمشيني فيها؟ لا لا، ما تخافيش، اطمني، مش هتمشي ولا حاجة. كملي شغلك، ولو عايزة ترتاحي شوية ارتاحي. انتي بقالك كتير شغالة. ربنا يخليكي يا مدام، وما يحرمناش منك أبدا. ابتسمت. كملت تمشية في القصر لحد ما وصلت عند البلكونة اللي بتطل على الجنينة. أجمل منظر ممكن تشوفه في حياتك. ورد كتير وزرع وخضرة، منظر مفيش منه. فهدي بيه موصينا إننا نسقيه كل يوم من ساعة ما عرفنا إنك هتيجي. أنا غفران الجنايني. ازيك يا عم غفران؟ بجد المنظر تحفة يجنن. ميرسي قوي. ميرسي؟ انتي جاية منين؟ من القاهرة. عشان كده البيه موصينا عليكي توصية شديدة شوية. توصية شديدة؟ ازاي؟ يعني ناخد بالنا منك ونسقيلك الزرع ده كل يوم علشان تصحي كل يوم الصبح تطلي على المنظر ده. فهد هو اللي قال كده؟ ايوه والله. بس بيني وما بينك، فهد بيه باين عليك انه بيحبك قوي. ما شفتهوش وهو بيتكلم عليكي وبيوصينا عليكي كأنك بنته. هو بصراحة هو عنده حق. دخلت من البلكونة، طلعت الدور اللي فوق، لقيت فيه مكتبة كبيرة مليان كتب وروايات ملهاش عدد. فهد بيه موصينا نجيب كل أنواع الكتب والروايات اللي ممكن تقريهم. هو حضرتك مش من هنا صح؟ لأ، أنا من القاهرة برضو. حضرتك بتحب القراية مظبوط؟ طبعا، أنا كل يومين كده بخلص كتاب. طب أهو، عندك أكتر من 7000 كتاب ورواية، نقي منهم اللي يعجبك. عن إذنك دلوقتي. فضلت واقفة متنحة قدام المكتبة. سحبت رواية في ديسمبر تنتهي كل الأحلام. قعدت أقرأ فيها وأنا باكل حاجة خفيفة لحد ما الوقت سرقني والساعة بقت 7 إلا 10. لقيت كل الخدم عمالين يجروا يجهزوا السفرة ويحطوا عليها أشكال وأنواع من الأكل والعصير بشكل مترتب جدا يفتح النفس. الساعة 7 بالظبط كان الباب بيتفتح وبيدخل منه فهد. دخل من غير ولا كلمة، غير هدومه، لبس جلابية ونزل قعد على السفرة. تعالي اقعدي، مدي يدك. بس أنا مش جعانة دلوقتي. أنا قلتلك الصبح تقولي حاضر وانت ساكتة، فاهمة؟ تعالي اقعدي يلا، ما تخافيش. قعدت على كرسي، ابتديت أكل معلقة ولا معلقة. هو أنا ينفع أسألك سؤال؟ اتفضلي. مع إني ما بحبش اللت والعجن على الأكل، بس ماشي. هو إحنا إزاي؟ أفندم؟ يعني أقصد أنا وإنت إزاي؟ هو أنت كويسة؟ زي الفل. أنت عايزة إيه بقى دلوقتي؟ أنا عايزة أعرف أنا وإنت بقينا فين؟ فين في علاقتنا دي؟ وإزاي ده حصل وليه أصلا؟ طب بصي، عشان نفض السيرة دي ونسيبنا بقى من الموضوع ده كله وما نفتحوش تاني. انت عارفة ان عرة الورداني كان عليها طار لأهلك، ولما أبوكي مات الله يرحمه وانت مشيتي من هنا بقينا بنقتل في بعض، والطار بقى بيزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله. عمك خاف على حسن ابنه فقال احنا ننسى اللي فات ونفتح صفحة جديدة، وكفاية بقى لحد كده. وعندنا في الصعيد علشان نخلص الطار ده يبقى لازم نتجوز واحدة من العيلة التانية، وعمك مرضاش أبدا على بنته إنها تتجوزني فجابك هنا، وهو كان عارف ومتأكد إنك مش هتوافقي. عشان كده اضطرينا نعمل الموضوع ده بالعافية شوية. وانت يا بنت الحلال لو عايزاني أطلقك هطلقك، بس مش دلوقتي، نستنى شوية. ها، ارتحتي كده؟ ما تقولش أهلي، دول مستحيل يكونوا أهلي بعد كل اللي حصل ده. أنا حقيقي مش قادرة أصدق، يعني هو رفض يضحي ببنته وضحى بيا أنا؟ هو ده قدرك يا سما، صدقيني.
ربنا بيبقى رايد دايما الأحسن. إن شاء الله. معلش أنا هقوم دلوقتي، بعد إذنك. قمت وأنا بمسح الدموع، دخلت الحمام غسلت وشي ورجعت تاني. طب بما أننا كده اتحطينا قدام الأمر الواقع، فعرفني يعني عن نفسك. هو ما ينفعش أكون معرفش حاجة عن جوزي، ما يصحش يا راجل برضو. أنا يا ستي ورثت القصر ده عن جد الله يرحمه، كان بيعزني أكتر واحد في أحفاده كلهم. سكنت فيه، روقته وجهزته، وعدت بناه مرة تانية من الأول. عندي 7 إخوات، 3 بنات وإحنا 4 رجالة. أمي وأبويا متوفيين من 2 سنين، وعايش هنا لوحدي، ده قبل ما اتجوزك يعني. ايه يا جدع، كل ده وجع؟ ربنا يحميهم، يحمي اخواتك يعني ويرحمهم. طيب هو انت بتشتغل ايه؟ ظابط. اوه، اموت في المسدسات. ايه ده بجد؟ ظابط؟ واو بجد. انا طول عمري كان نفسي اتجوز ظابط برضو. طب شفتي بقى ان ربنا دايما رايد لك الخير؟ شفتي جابلك الموضوع ازاي؟ الست اللي بحق ما تقولش الراجل حلو، لا. ماشي يا ستي. بص، هو انت ما سألتنيش بس انا هحكي لك. انا يا سيدي معيدة في كلية هندسة، بس في نفس الوقت شغالة في شركة تانية. يعني تقدر تقول بحاول احسن الدخل، لاني كنت طبعا عايشة لوحدي من غير اخوات. بحب السفر جدا، كنت لازم اسافر في اجازة الصيف اكتر من مرة. بحب قراية الكتب جدا، ومش كده وبس، لا، ده بوشكاش بيضحي النهاردة. بحب الطبخ جدا. بص، هو مش طبخ قوي يعني، بس هنمشيها طبخ. ايه ده، بتعرفي تطبخي؟ طب وبتطبخي ايه بقى؟ يعني ممكن اقولك نجريسكو مثلا، كورن بلو، بشاميل، وبعرف اعمل سينابون وكب كيك للتحلية يعني. طب بصي بقى يا أمورة، الحاجات دي لو قلتيها هنا في البلد هما حاجة من الاتنين: يا اما هيفكروكي ساحرة وهيقتلوكي، يا اما هيفكروكي بتشتميهم وبرضه هيقتلوكي. طيب طالما انا كده ميت وكده ميت، يبقى اخاف من ايه؟ اتعلمتي الصعيدي بسرعة كده؟ واه، عيب يا ابني، اللي قدامك دي كانت ليل نهار بتتفرج على الكبير قوي يا شيخة. وايه كمان؟ بس يا عم، هي دي قصة حياتي، مؤلمة صح؟ اما قصة عبرة بصحيح. يا واد يا واد يا زعيم، ما انت حافظ اهو الدنيا حلوة، امال منشفها علينا ليه كده؟ يعني خدت على كده، بس انا اعجبك برضو. ماشي يا عم. بقولك ايه، تشرب شاي؟ اه اشرب قوي قوي. طيب بقولك ايه، هعمل كوبايتين كده في السريع ونشربهم في البلكونة مع بعض. يا سلام، بس كده؟ يلا بينا. قمت بسرعة، عملت الشاي بنفسي وطلعنا البلكونة بنتفرج على المنظر بالليل. عجبك الورد؟ جدا. انا اصلا بحب الورد قوي، كنت متأكد على فكرة. هو انت بتحب تقرا؟ لا، ما بحبش القراية اصلا. امال ايه المكتبة الكبيرة قوي دي؟ يعني قلت انك من مصر وكده، واكيد بتحب القراية فجبتها لك. احنا والله ما شفنا رجالة قبل كده، والله ما شفنا. اي حاجة تحتاجيها تعالي قوليلي، ما تخافيش. سيد عيب ما تقولش كده، احنا اهل. ضحك وسكت، ضحك على افهاتي وروحي الخفيفة. على فكرة، انا اتعرفت على معظم الخدم اللي هنا. والله؟ اتعرفتي على مين بقى؟ اتعرفت على عم غفران العسل اللي عندك ده. امم ومين كمان؟ والبنت المسؤولة عن المكتبة. قصدك بسمة؟ اه بصراحة ما كنتش اعرف اسمها. شوية شوية هتتعرفي عليهم كلهم، وهم يحبوكي انا عارف. وعلى فكرة، القصر عندك اهو، اعملي فيه اللي انت عايزاه. شكرا يا فهد. قلتي ايه؟ بقولك شكرا يا فهد، اول مرة تنطقي اسمي، بس بصراحة طلع حلو. هو ايه ده اللي طلع حلو؟ انا هنام، الأوضة بتاعتي جنب أوضتك، لو احتجتي حاجة أنا موجود. تمام، تصبح على خير. أنا هقعد هنا شوية، وانتي من أهله. ما انكرش إنه غامض وساكت وهادي كده في نفسه قوي، بس ضحكته حلوة قوي، ملامحه هادية، ابتسامته مريحة، دمه خفيف برضه، وبيعرف إفيهات الأفلام زيي. مو أنا ما ينفعش أتجوز واحد ما يعرفش الإفيهات يا جماعة، ده أنا ممكن أموت فيها. ما انكرش برضه إن شخصيته قوية،
حمش كده. وتاني يوم وبعد ما فهد نزل راح الشغل، كنت قاعدة بفكر في حاجة لازم أنفذها. الكل يجمع هنا ثانية واحدة بسرعة. خير يا هانم، احنا ضايقناكي في حاجة؟ لا يا عم غفران، أنا بس عايزة أقول كلمتين كده. اتفضلي يا هانم، عينينا ليكي. بصوا يا شباب، أنا عايزاكوا تغيروا النظام بتاعكوا كده، نظامكوا مش عاجبني خالص. كلهم بصوا لبعض باستغراب، مش فاهمين. نغيره كيف يعني؟ يعني أولا، زي ما بتشتغلوا عدد ساعات طويلة في اليوم، انتوا برضو لازم ترتاحوا على الأقل 3 ساعات في اليوم. يا لهوي يا مدام، 3 ساعات بحالهم؟ ده فهد بيه موتنا لو لقانا حتى ما بنشتغلش. بصراحة يا هانم احنا مش موافقينك على الرأي ده، احنا اسفين. وانا كمان يا هانم، ده فهد بيه لو عارف اننا سايبين اشغالنا دلوقتي وواقفين نتكلم معاكي هيقطع عيشنا. هو في ايه يا جماعة؟ هو انتوا مش بشر؟ مش بني ادمين؟ زي ما بتبذلوا طاقة في الطاقة دي بتيجي عليها وقت وتخلص، ساعتها بس مش هتقدروا تعملوا اي حاجة، علشان طبعا ما وفرتوش شوية من الطاقة اللي بتبذلوها دي. انا مش بكلمكم على اساس ان انا ابقى مدام فهد ولا حاجة، لا، انا بقولكوا كده عشان انا انسانة بحس باللي قدامي، واي انسان في الدنيا محتاج راحة، واحنا كلنا زي بعض. يعني احنا مطلوب مننا ايه دلوقتي؟ تاخدوا راحة في اليوم على الاقل 3 ساعات. وبعدين انا لسه ما خلصتش، فهد بيه هيطب علينا دلوقتي وهيخلي يومنا اسود. انا ليا كلام مع فهد لما يجي. المهم دلوقتي، الاكل اللي انتوا بتعملوه لينا هيبقى ليكوا نصيب فيه. اللي عايز زيادة في المرتب يجي ويقول لي، ليكوا يومين اجازة وتبدلوا مع بعض فيهم علشان كل واحد يشوف اهله. واللي عايز اجازة اطول يقول لي. احنا هنا كلنا واحد وكلنا زي بعض في كل حاجة. اي حد هيتعب من الشغل حتى لو واخد بريك يرتاح تاني. وطبعا اي حد محتاج اي حاجة مهما كان نوعها ما يترددش انه يجي ويقول لي. ما لقيتش منهم غير علامات سكوت وابتسامات كتيرة من كلامي. وبعدين حضنوني، قعدوا يشكروا فيا كتير جدا ويدعوا لي كأني اديتهم كنز مثلا. لكن الغريب ان ازاي فهد كان شادد عليهم قوي كده. جايز مثلا عشان هو صعيدي، او عشان هو ظابط فمتعود على كده مثلا. جه وقت الراحة وكل الخدم اتجمعوا مع بعض وانا رحت قعدت معاهم. ممكن اقعد معاكم؟ ده انتي تنورينا يا هانم. تعالي طبعا. ثواني ثواني اجيبلك كرسي. لا لا لا، انا هقعد على الارض. المهم، انا عايزة اتعرف عليكم كلكم واحد واحد علشان نعرف ناخد على بعض. يبقى لازم تبدأوا بيا بقى. بص يا هانم، انا اسمي ابتسام، وحيدة امي وابويا، وانا اللي بصرف عليهم. اتجوزت من 3 سنين، بس النصيب بقى. ايه، اتطلقتوا؟ لا، هو اللي اتخرج. اه، كان في كلية يعني واتخرج وبعدين سابك؟ لا. كلية ايه؟ اتخرج من الدنيا. اتخرج من الدنيا؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمة. مات؟ يا ساتر يا رب. طيب انتي عملتي ايه؟ ابدا، اتجوزت تاني بعديه. طب حلو، وحصل ايه؟ ولا حصل اي حاجة. طيب الحمد لله خير. لا، ما حصلش حاجة بجد. يعني ايه؟ اصله اتشل. يخرب بيت فقرك يا ابتسام. لا لا لا، حد تاني يتكلم يا جماعة. اتكلم انا بقى. قول يا عم غفران يا عسل انت. انا يا بنتي عندي 72 سنة، اتجوزت عن قصة حب، انما ايه؟ لا لا لا، احكيلي بقى. كانت واقفة في شباك الدوار، وكان شعرها البني سايح بيطير مع الهوا. كانت حاطة الأشرب الأحمر على شعرها ولابسة الشال الأسود، وبتشاورلي عشان نناولها المنديل اللي وقع منها. كانت حلوة يا عم غفران. حلوة؟ حلوة بس؟ دي كانت تقوم للقمر قوم وأنا أقعد مكانك. من كتر بياضها كانت بتنور في الضلمة. اتجوزتها ازاي؟ كنا في الأول بنتقابل في سطح البيت اللي جنبينا، كنا بنقعد بالساعات. هي كانت بتقول لأبوها إنها رايحة لبنت خالها في الدار وتيجي تقابلني، وأنا كنت أقول لهم إني رايحة أشوف الأرض. يا نمس انت يا نمس. وبعدين في يوم لقيتها جايالي ودموعها على خدها وبتقولي الحقني يا غفران، أبويا هيجوزني ابن عمي وحكم دماغه. أنا اتجننت
ما كنتش عارف ساعتها أعمل إيه. بعت الأرض وبعت كل اللي ورايا واللي قدامي، وجبت لها بيت كبير يليق بمقامها وبعيلتها، ورحت اتقدمت لها. أصلي ما كانش ينفع حد ياخدها غيري، واتجوزتها وجبت منها 7. عارف يا عم غفران، مع إنها قصة قديمة بس الواحد نفسه يرجع للزمن ده تاني. يا بختها بيك يا راجل يا طيب. بس هي اسمها ايه؟ هي اسمها شمس، بس أنا بقولها يا شمسي. طب ما أنا اسمي سما. اسمي سما يا جدعان. محدش ليه بيقولي يا سماية ليه؟ ولا هو الاسم مش شغال؟ ولا تزعلي نفسك يا هانم، أنا هقولك يا سماية. مش انتي. ضحكنا كلنا وقعدنا نرغي سوا. اتعرفت عليهم كلهم، قعدنا نهزر لحد ما الوقت جري، وما حسيناش بيه غير لما فهد فجأة جه وهو بيزعق وبيقول: ايه ده؟ انتوا يا اللي شغالين هنا؟ كلهم اتخضوا، قاموا يجروا، كانوا خايفين جدا. ايوه، ايوه يا فهد بيه، انا عايز اعرف انتوا كنتوا فين وبتعملوا ايه وفين الاكل. هو انتوا مش عارفين ان ده معادي ولا ايه؟ آه، عارفين يا فهد بيه. امال ايه بقى؟ انتوا نسيتوا نفسكوا ولا ايه؟ طب مخصوم من كل واحد فيكوا الشهر ده. انا اللي قلت لهم يعملوا كده. فهد بصلي، كان مستغرب ومتضايق. قلت لهم على ايه؟ ابدا، قلت لهم ياخدوا راحة 3 ساعات في اليوم عشان يقدروا يكملوا. لا بصي بقى كده، اسمعي كده وفوقي. اذا كنت انتي متعودة في مصر على الكلام ده، فاحنا هنا في الصعيد يعني ما فيناش من الكلام ده. انتي سامعة؟ وانا اللي كلمتي تتنفذ وتمشي هنا. انت انت بتزعقلي ليه؟ انت ما تزعقليش ابدا. انا ما بحبش حد ابدا يزعقلي، انا بقولك اهو. لا ازعق واعلي صوتي كمان، واحترمي نفسك وما تتكلميش معايا كده تاني. لا بقى، لا معلش بقى. ما هو لو انت استاذ في الشقاوة، انا لسه متعشية حلاوة، والبقاء للأقوى يا عينيا. الخدم كانوا بيحاولوا يكتموا الضحك. هو مبدئيا كده، دول بني ادمين زيهم زيك. هو انت مش بتتعب؟ مش بتنام؟ مش بترتاح؟ مش بتاكل؟ مش بتفك عن نفسك؟ يبقى هم كمان من حقهم يعملوا كده، عشان هم بشر زينا. وبعدين انت عايزهم يشتغلوا وينظفوا ويطبخوا ويمسحوا 24 ساعة من غير حتى راحة نص ساعة؟ يبقى مين المفروض يزعق ويعلي صوته؟ يا حضرة الضابط يلي عارف القانون. سكت وبصلي ومردش عليا. حسيته هادي شوية وكلامي أقنعه. وبعدين بقولك ايه، اعمل حسابك بقى ان هما ليهم نصيب في الأكل اللي هيعملوه. دول واقفين على رجلهم من صباحية ربنا. وكمان المفروض تزود لهم شوية في المرتب. انت المفروض راجل حقاني وعارف ان المرتب ده مقارنة يعني مع مجهودهم، صح ولا ايه؟ قال وهو بيبص بعيد: خلاص، ليكوا 3 ساعات راحة، والمرتب هيزيد الضعف. وبعدها سابنا وطلع لفوق. هو هو انتي عملتيله ايه يا هانم؟ ده انتي كأنك سحراله. ليه يعني؟ ما انا عندي حق برضو. انتي مش فاهمة اصل فهد بيه ده لو نزل ملك من السما كده برضو لازم ويمشي كلامه هو، ويمشي ورا كلامه ودماغه. طب يلا، يلا روح هاتوا الاكل، وانا هطلع له لما اشوف اخرتها ايه. حاضر، حاضر يا هانم. طلعت فوق في اوضته. كان الباب متوارب. بصت جوه، لقيته بيغير هدومه، وجزء من ظهره وعضلاته باين. احنا والله ما شفنا رجالة قبل كده، والله ما شفنا. لبس بيجامة لونها أزرق وأنا شقيان يا للي. خبطت على الباب قبل ما أدخل واتفضح طبعا. لقيته رد وقال: أدخل. أنا أسفة لو ضايقتك تحت بكلامي، بس والله أنا كنت. لا، أنت عندك حق، أنا جيت عليهم كتير. طيب مش هتيجي تاكل؟ لا، أنا ماليش نفس، أنا عايزة أنام. طيب ما تيجي ناكل في البلكونة؟ ماليش نفس، علشان خاطري يا فهد. سكت شوية. ماشي، انزلي وانا هاجي. نزلت جاري على السلم وخدت الاكل على البلكونة. اخبار الشغل ايه؟ وهو باصص في الاكل. تمام. طيب حلو. الاكل حلو. جميل، تسلمي. ايه رأيك ننزل نتمشى شوية؟ نروح فين؟ لا،
انت اللي المفروض تكون عارف، انا معرفش اي حاجة هنا. خلاص، لما نخلص البسي. انا احلى حاجة في حياتي انك بقيت في كل حياتي. وايه كمان؟ ايه ده؟ انت بتتريق عليا؟ حبيت انسان جرحني؟ حبيت خفاش صوحني؟ جرى ايه يا نسوان؟ كل ده عدم سلكان؟ الله، ده انت حافظ افيهات طاهر. لا نتجوز دلوقتي بقى. في معلومة معرفش انتي عارفاها ولا لا، بس احنا متجوزين يا سما. اوف، فاتتني دي. لا مؤاخذة. كمل يا راجل اكل، كمل ما يهمكش، وانا هقوم البس. قمت بسرعة، لبست بلوزة سودا على بنطلون ابيض، ولبست جزمة بكعب. سبت شعري وحطيت ميك اب خفيف، وطلعت وقلت له انا جاهزة. طب بقولك ايه، ما شفتيش؟ وبعدها سكت، تنح، بصلي، وبعدين قرب عليا. انت عارفة انه اسمك ده لايق عليكي قوي. لايق عليا؟ ازاي يعني؟ يعني السما فيها كل حاجة حلوة، فيها قمر، فيها شمس، فيها نجوم، عصافير. هو احنا مش هنخرج ولا ايه؟ ضروري نخرج دلوقتي. ما تيجي نطلع فوق كده نشرب كوبايتين شاي ونشوف الدنيا ايه. ها؟ قول كده بقى. في ايه؟ قول بقى ان انت عايز تشربني الشاي اللي انت طبعا هتحط فيه منوم، وانا هنام ومش هحس بحاجة. والله اعلم بقى انت هتعمل فيا ايه، صح؟ انا كان قلبي حاسس، انا كان قلبي مش مرتاح لك اصلا من الاول، وكنت حاسة ان انت ممكن تعمل فيا حاجة. ما هو اصله الهدوء ده اكيد وراه. بس كفاية. ايه في ايه؟ انا غلطان اصلا اني قلتلك. انا راجل لا مؤاخذة اني جيت هنا اساسا. ما هو برضو الغش في الوش مفهوش معلش. خلاص يا اختي، انا طالع هو البس اترزعي هنا. يا عم على الله حكايتك، الحق البصلة وفايتك. بس بقولك ايه صحيح. افندم. اسود وانا شقيان يا للي. وبعدها سابني وطلع بسرعة وهو بيضحك. ايه ده؟ هو كان سامعني ده ولا ايه؟ قعد 5 دقايق وبعدها نزل، لقيته لابس تيشيرت اسود وبنطلون جينز، والكوتشي كان ابيض. كان حاطط برفيوم ريحته قوية جدا. يا اخي ده انت جذاب لدرجة العذاب. حسبي الله ونعم الوكيل في حلاوتك يا شيخ. عيب، عيب يا لمبي ما تقولش كده. ضحكنا مع بعض ورحنا ركبنا العربية. بقولك ايه، ما تغير الاغاني دي. ايه مش عاجباكي ولا ايه؟ بصراحة لا. الراجل اللي بيغني ده غريب قوي. الراجل اللي بيغني ده رضا البحراوي يا شيخة، في حد يقول عليه كده؟ الله، انا مش عايزة اسمعه يا اخي، ان انت غريب قوي. خسارة فيكي اصلا انك تسمعي صوته. طب خد اسمع ده كده. وبعدها شغلت عمرو دياب. سامع الرقة والجمال. مش رضا بتاعك ده؟ مش ده اللي بيغني وبيقول احب البيضة ولا اعشق السمرة ولا احب الصفرة باين؟ ايه الاغاني الخرعة دي؟ صفرة وخرعة؟ فهد، طلقني يا فهد. بقولك مفيش نزول يعني مفيش نزول. وحياة ماما، أهلي وعشيرتي لقد أطاحت بنا الدنيا، والراجل فينا بقى لا مؤاخذة سونيا. فهد، مش وقت هزار، أنا ما بهزرش لو سمحت. وأنا كمان ما بهزرش. انتي مش متجوزة بطرمان نوتيلا زي اللي عندكم في مصر. انتي متجوزة فهد الورداني، ومرات فهد الورداني ما بتشتغلش. ليه بقى إن شاء الله؟ ما أنا كنت بشتغل قبل كده. كنتي بتشتغلي؟ يعني أنت مش موافق؟ لا. تمام، تمام يا فهد، أنا طالعة أنام. طلعت أوضتي وقعدت على السرير، فضلت أعيط. ينفع تفتحي الباب؟ لا مش هفتح يا فهد، وما تتكلمش معايا. طب علشان خاطري افتحي الباب هنتفاهم. فتحت الباب وانا مش بصله اصلا. انتي ناقصك حاجة؟ ناقصك حاجة وانتي قاعدة معايا هنا؟ لا مش ناقصني. طب طلبتي حاجة وما لقيتيهاش موجودة؟ لا لقيتها. طب كان نفسك في اي حاجة وانا ما عملتهاش؟ لا عملتها. يبقى هتنزلي وتمرمطي نفسك في الشغل ليه؟ مرمطة؟ الشغل مش مرمطة يا فهد. انا بقالي سنين ببني في كياني ده، وبقالي سنين بدرس تعبت عشان اوصل للمكانة دي واشتغل بشهادتي، وفي الاخر تيجي انت تقعدني لمجرد بس شوية عادات وتقاليد ملهاش اي 60 لازمة. وان ازاي مرات فهد بيه تنزل تشتغل؟ ازاي؟ صح؟ وهيبقى منظرك عامل ازاي؟
كل اللي همك انت وشكلك بس قدام الناس، انما اي حاجة تانية تولع، صح؟ وبعدين هو مش كفاية اني اصلا اتجوزت الجوازة الزفت دي غصب عني ومش برضايا من غير ما اعرف؟ لقيته سكت. الصمت ساد المكان مرة واحدة، وما شفتش غير وش فهد وعليه ملامح الانتهاش والذهول. كملت وقلت: طلعني يا فهد، انا لو عشت كده بالمنظر ده ممكن اموت. كفاية ان عقلي لسه مش مدرك اننا متجوزين اصلا. سابني ومشي، قفل الباب من غير ولا كلمة. قعدت على السرير وانا حاسة بالذنب من العك اللي عكيته وانا بتكلم مع فهد. معقول اول ما نبتدي نبقى كويسين كده او ما انا عاملة كده؟ لقيت صوت الموبايل بيرن. الو، اهلا يا بنت اخوي. نعم، عايز ايه؟ وليك عين تتكلم اصلا بعد كل ده؟ بقولك ايه، انت كده او كده امك وابوكي ميتين من زمان وملكيش اخوات وخلصتي علامك، يعني ملكيش حد. انما انا البت بتي لسه وراها علام وجواز، ولسه في اخواتها الكبار. وبصراحة كده عيالي اهم من اي حاجة، وانت عارفة ده انا غالي. انا بجد مش مصدقة ومش قادرة اصدق نفسي ولا قادرة اصدق اللي انا بسمعه. انت ايه؟ انت ازاي يا عمي جايب القسوة والجبروت دول منين؟ اسمعي يا بت، حسك ما يعلاش ومش عايز اسمع لك صوت تاني. وبعدين هو انت تقولي تتجوزي فهد الورداني؟ انت بجد مصدق نفسك؟ انا بجد مش عارفة ايه القرف اللي انت فيه ده. انت ازاي ترضى انك تناسب الناس اللي قتلت اخوك؟ ازاي؟ انت ما عندكش دم. احمدي ربك، احمدي ربك انك لسه عايشة لغاية دلوقتي. يا اخي يا ريت كنت مت ولا اني اقعد هنا لحظة واحدة. في اللحظة دي فهد دخل وفتح الموبايل وشد مني الموبايل. اسمع يا كمال، اذا كنت انا عامل لك احترام فانا عامله لك عشان انتوا اهل مرتي. لكن اقسم بالله لو اتصلت هنا تاني ولا قربت لها، قول على والدك حسن يا رحمن يا رحيم وقدام عينك كمان. فيا ريت تحترم حالك وما تتصلش هنا تاني يا راجل يا مهزأ انت، سامع؟ وقافل السكة في وشه واداني التليفون. عرفتي انا بقولك ليه مفيش نزول؟ العالم الواطية دي لو شافوكي ممكن يعملوا فيكي حاجة. والله بقى يعملوا ما يعملوش ما بقتش فارقة. انا اصلا كده كده مش قاعدة هنا كتير. يعني ايه؟ انت مش قلت انك هتطلقني بس مش دلوقتي؟ يعني انت عايزة تطلقي يا سما؟ اه، عايزة اتطلق وارجع القاهرة وارتاح من الهم ده كله. دي مش عيشتي ولا دول اهلي، انا ماليش مكان هنا. اللي تشوفيه. خرج برا الأوضة وأنا كلمتهم في الشغل وقلت لهم إني هرجع على أول الشهر الجاي، وطلبت منهم إنهم يدوني أي شغل أونلاين عشان أتلاقي فيه. بتعملي إيه؟ كنت قاعدة على اللابتوب بشتغل. حلو الشغل اللي من البيت ده. لا، ما أنا هنزل الشغل على أول الشهر بعد ما نتطلق. طيب يا ستي، كل سنة وانتي طيبة. اداني شنطة كبيرة. ايه ده؟ ايه ده؟ هدية عيد ميلادك. هو النهاردة؟ اه صح، ده النهاردة فعلا. بس انت عرفت منين؟ في حد ما يعرفش عيد ميلاد مرته برضو؟ شكرا يا فهد. بتشكريني على ايه؟ سما، احنا المفروض بما اننا خلاص هنتطلق الشهر الجاي يبقى نعيش الشهر ده مبسوطين. بمعنى ايه؟ ابويا الله يرحمه كان دايما يقولي لو عرفت انك هتموت بكرة قوم اعمل الحاجة اللي انت بتحبها وانبسط وطز في اي حاجة. يعني بما اننا مش هنقعد مع بعض غير الشهر ده يبقى نعيشه مبسوطين. ايوه، يعني هنعمل ايه مثلا؟ كان بيشدني من ايدي وبيقولي تعالي معايا بس وانا هوريكي هنعمل ايه. وفعلا طلعنا الروف بتاع القصر. ايه الحاجات دي؟ تقبلي تعيشي معايا سعدية ليوم واحد؟ يعني هعمل ايه؟ اول حاجة خدي الجلابية دي وحطي الاشارب ده على شعرك. الله، هو ايه كمان؟ ادخلي البسي بس وتعالي. قشطة. جريت بسرعة علشان ألبس الجلابية وأحط الأشرب وطلعت. ها، ايه رأيك؟ حلو؟ عود فرنساوي على أبوه. لا يعني مش قوي كده يعني. طب والله احنا ما شفنا نسوان قبل كده، والله ما شفنا. بس بقى عيب يا فهد. ها، قولي أعمل ايه تاني؟ بصي يا ستي، الست الشاطرة السعدية، الأصيلة، هي اللي بتعمل الأكل لجوزها بنفسها. انت هنا بقى بتيجي عند منطقتي يا رايق
قولي، عايز تتغدى ايه؟ بصي يا سامة قلبي، انا عايز محاشي، شوية حمام محشي بالفريك كده، ويا سلام بقى لو لحمة راس، ياه، وطاجن كوارع. الحلو بقى على ذوقك انتي. ايوه برضو، ما قلتليش عايز تاكل ايه؟ نعم. اديني بس ساعة وهتلاقي كل حاجة عندك. بعد شوية. اعمل ايه انا دلوقتي؟ بس اعمل ايه؟ ده قال حاجات انا لا عمري لا شفتها ولا حتى اعرفها. اعمل ايه وحياة امك يا ابتسام؟ ما تشيليش هم يا ست هانم، سيبي كل ده عليا انا. انتي بس اكتبي لي اللي انتي عايزاه في ورقة وانا هعمله حاضر من عينيا. روحي يا شيخ، ربنا يبارك لك يا رب. بصي انا هروح انا بقى اعمل الحلو. وفعلا رحت عملت كيكة بالشوكولاتة وزينتها بشكل حلو جدا. عملت بسبوسة وكب كيك، وابتسام خلصت الأكل وطلعت له. شوف، مش قلتلك سيبني بس ساعة هتلاقيني خلصت؟ تعالى بقى دوق وقولي عمايل ايديا. هنشوف. هو احنا مش هناكل على السفرة؟ لا، سفرة ايه؟ تعالي فرشي هنا على الأرض، يلا عيوني. وفعلا فرشنا على الأرض وحطينا الأكل. معلش بقى، أصلي يعني المحشي اتلسع مني سيكة. ولا يهمك يا جمر قلبي، تسلم ايدك. دوق بقى الحتة دي من ايدي. كتير والله كده يا سما. يا ابني كتير ايه؟ امال انا عاملة كل ده علشان مين بس؟ عملتي الحلو ايه بقى قوليلي؟ مفاجأة، انا هبهرك. ابهريني. بسبوسة وكيكة وكب كيك. تاني برضو البتاع ده. والله دوق بس، ده هيعجبك قوي. يا سلام، كنتي فين يا لحمة قبل ما نبقى نباتيين؟ ايه ده؟ هو انت تقصد ايه؟ على طاجن الكوارع. طاجن الكوارع حاجة بصي كده زي العسل. بصي كده، هو ده المسحوق صح؟ وافضل بقى اعمل كده في الهدوم عشان تنضف مش كده؟ صلى على النبي بس واستهدي بالله. قوليلي انتي بتعملي ايه؟ هو انت مش قلت الست الشاطرة بتعمل كل حاجة بنفسها؟ انا بقى بغسل الهدوم بنفسي وعلى ايدي كمان. انتي هتغسلي الهدوم بايه؟ بالمسحوق اكيد. واللي في ايدك ده ايه؟ سلامة نظرك يا عينيا، ده المسحوق يا فهد. مسحوق؟ بتغسلي الهدوم بشكارة اسمنت؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ما شاء الله، هو ده اسمنت كمان؟ انت عايزة تموتيني يا سما صح؟ الله عليك يا فخر العرب. شفت بقى الجمال والدلال والحلاوة؟ عشان تعرف بس ان انا ست بيت. ما بالراحة يا وحش الكون، ده احنا لو بنلعب كرة كان زماني جايب فيك 100 جون. ابقى احمد ربنا اني قدرت اكنس الطرقة يا حسام. هايل، انتي مية مية. شوية كده بقى وابقى بص هقعد اريح واقوم اعمل لك شوية شاي. انما ايه؟ اورجانيك. قبل ما تعملي بس الشاي الاورجانيك، تعالي دوقي الفطير المشلتت اللي على حق. طب ما عادي يعني، عندنا منه في القاهرة. لا 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 لا، قاهرة ايه؟ هو انتي مسمية العك اللي عندكم هناك ده فطير؟ حلو قوي. غلط، وانا كنت مستنياه يغلط. ايه هتعملي ايه؟ وريني بس كده الفطير ده بيقول ايه. كوباية الشاي دي، كوباية الشاي دي. مالها كوباية الشاي دي يا ابو عمو؟ بتكيفني جوي. هو والله احنا ما شفنا رجالة حلوة قبل كده، والله ما شفنا. اي خدمة، عز الجمايل. لا بس قولي بجد، والله يعني هتعمل ايه لو قلتلك اني مش انا اللي عاملة الاكل؟ طب ما انا عارف. ايه ده؟ الاحراج ده للدرجة دي سمعتي وحشة؟ بذمتك، انتي تعرفي ايه لحمة الراس دي؟ لا ولا اعرفها. طيب، كلتي كوارع قبل كده؟ برضو لا ولا كلتها. جرى ايه بقى؟ وانا هيدخل عليا الحبتين دول؟ ايه ده؟ انت احرجتني جدا، يعني انت كنت عارف ان انا كل ده بشتغلك؟ بس ايه رأيك في دور السعدية ده؟ لا حقيقي انا كبهير انبهرت بيه. طيب بقولك ايه، ما تعملوش تاني بقى. اخس، كفاية عليك لحد كده. حلو قوي. دوري بقى انا. يعني ايه؟ يعني بما انك يعني انت خلتني اعمل سعدية، اعمل انت بقى دور شاب روش من القاهرة كده. ده على جثتي يا سما. عايزة ابقى زي العيال الخرع اللي عندكم، اللي بتلبس بناطيل قصيرة وتيشيرتات ولا قمصان لونها مش عارف ايه. لا هتعمله يا فهد. مش هعمله يا سما،
وشوفي كلمة مين بقى اللي هتمشي. بس ايه رأيك كده؟ باين عليا اني واحد من القاهرة ولا لأ؟ وريني كده. عظمة على عظمة. بس ما تاخديش على كده، ها؟ هاتي دنيتك يا وحش الكون. اعمل ايه بقى؟ هات ايدك. ازاي يعني؟ كده اهو يا عسل. مسكت ايده وابتدت تعلموا انهم يرقصوا مع بعض. بس انتي اتعلمتي الحاجات دي فين؟ موهبة يا عسل والله. بس انا اول مرة اعرف اني عندي المواهب دي انا كمان. شفت بقى؟ انا بكتشفك ازاي. اموت انا. طب ابلع ريقك شوية. اول مرة اعرف ان عينيكي ملونة وحلوة كده. لا ده انا عجبك قوي. انتي عارفة ان السما لايقة عليكي قوي. تاني يا زكي. لا بجد. يعني السما فيها كل حاجة حلوة. زي ما قلتلك. جميلة وتخلي الواحد يسرح فيها كده. زي عينيكي بالظبط. وبتخلي الواحد يبقى عايز يسافر لها على طول. خلاص احنا خلصنا الرقصة. ايه ده؟ على طول كده؟ اه. بس انت كويس، رقصت حلو. لا ده احنا جامدين قوي ونعجبك قوي. خدت بالي. بقولك ايه، ما تيجي نقرا كتاب. قوي قوي. يلا وريني. وطلعنا المكتبة ونقيت كتاب. ده كتاب ايه ده بقى؟ ده كتاب لغات الحب الخمسة. تقصدي ايه بالكلام الماسك ده؟ هو انت ما تعرفش كتاب لغات الحب الخمسة؟ انت ما تعرفش لغات الحب الخمسة؟ عارفهم ولا لا؟ لا مش عارفهم. طب بص. اول لغة الوقت. انك تخصص وقتك للي بتحبه وتحاول على قد ما تقدر ان تفضي نفسك عشان تقضي وقت معاه. ده يعتبر من اجمل الحاجات اللي بتعبر بيها عن حبك. تاني حاجة او تاني لغة الافعال. انك تحاول تعمل اي حاجة عشان تبسط اللي انت بتحبه وتدعمه. يعني مثلا تجيب له هدية كان نفسه فيها من زمان. تحاول تساعده في دراسته أو شغله. أو لو بيمر بأزمة تحاول تواسيه وتعمل له حاجات عشان تفرحه كده يعني. تالت لغة التلامس أو اللمس. وهنا مش قصدي اللمس اللي هو يعني إنك تقرب يعني. لأ. عشان أنا عارفة الدماغ القذرة دي. لا انتي مية مية، كملي كملي. التلامس يعني إنك مثلا لو جيت تسلم على حد بتحبه فتحضنه، تطبطب عليه، تمسك إيده عشان تحسسه بالأمان كده، فاهم؟ رابع لغة الكلام الحلو. إحنا كبشر محتاجين إن حد يدعمنا، مش بس بالكلام، ده بالأفعال كمان. محتاجين نسمع كلمة حلوة، كلمة تقدير، كلمة ترفع من معنوياتنا وتحسسنا إننا حاجة، تحسسنا إن إحنا مش تقال، إننا شكلنا حلو النهاردة مثلا، إن شخصيتنا جميلة، وإننا نستاهل الحب والتقدير. فلو عايز تعبر لحد عن حبك حاول دايما تقوله كلام يحسسه بقيمة نفسه ويحسسه بحبك انت. يعني لو جه في بالك كلمة حلوة ما تترددش أبدا إنك تقولها. خامس لغة والأخيرة الهدايا. اللي بيحب حد بيحب يفرحه دايما وبيجيب له هدايا يكون مختارها بقلبه مش بعقله. يعني ما تفكرش إنك لازم تجيب حاجة تنفعه أو يعني يستعملها بشكل روتيني. على قد ما تفكر تجيب له حاجة يكون مبسوط بيها وسعيد بيها. بس يا سيدي فهد كان متنح ومبتسم في نفس الوقت. وده ما لفتش نظرك لحاجة؟ حاجة زي ايه؟ يعني أي حاجة. لأ زي ايه؟ خلاص بس أول مرة أعرف إن القراءة حلوة كده. ابقي سيبيلي الكتاب ده. عيوني. لو عايزني أرشح لك رواية كمان كله موجود. هتموتينا بثقافتك دي. لا احذر مني. ما تيجي نتفرج على فيلم أجنبي. الأفلام الخرعة دي؟ هو أنت كل حاجة عندك خرعة خرعة؟ أيوة يا ستي. تلاقي الواحد من دول عينه زرقاء وابيضاني وشعره أصفر مكلح كده وطول بعرض، حاجة تقرف صح؟ طب شفتي؟ لا هنتفرج على واحد مش مكلح خالص، تعالى بس. ودخلنا الأوضة وشغلت التلفزيون. بس ده مفيش ترجمة. مش مهم، هترجم لك أنا ما تقلقش. طب والله ما شفنا ستات حلوة قبل كده، والله ما شفنا. قعدنا نتفرج على الفيلم وأترجم له وجينا عند حتة الشراب الأصفر المخطط.
انا مش فاهم يعني ايه الحلو في حتة كولون اصفر مخطط ب30 جنيه عند الواد عبده؟ كولون؟ يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل، بوظت الفيلم ورومانسية الفيلم. اسمه شراب يا جاهل. ايوه ماله يعني؟ مش فاكر ساعة لما قلتلك واحنا بنقرا الكتاب في لغة الهدايا انك تجيب هدية تبسط اللي قدامك مش بس تنفعه؟ ايوه. هو بقى جاب لها الشراب ده عشان هي كانت بتحبه قوي وبتحب تلبسه من وهي صغيرة، بس قالت له انه مبقاش يتباع منه دلوقتي للكبار فجابه لها. هو عارف انها حاجة بسيطة بالنسبة لأي حد، بس بالنسبة له هي كانت طايرة من الفرحة لأنها كان نفسها فيه وبتحبه. ده غير انه فضل فاكر انها كانت عايزاه، ودي برضه من لغات الحب يا عسل. مية 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 مية. كملي. اسكت بقى، او ما تفتحش بقى غير لما الفيلم يخلص. حاضر يا باشا. قعدنا نتفرج ونهزر وبرضه اترجم له لحد ما وصلنا عند اخر حتة. اهو ادي الفيلم خلص. عجبك؟ قوي بجد، بالذات اخر حتة. دي حقيقة. لا احنا هنعيط ولا ايه؟ لا بص اجمد كده ما تعيطش. بس بقى سيبني اتأخر يا اخي شوية. بتعشقي المعاناة، بتموتي بضيق التنفس، بس يا بتاع كلون انت. طب خلاص بقى، هجيب لك انا كلون اصفر مخطط احلى من ده 100 مرة. لا انا عايزة فستان. احنا ما عندناش حريم تلبس فساتين. يعني الحريم تلبس شراب اصفر عادي؟ ايوه ايش فهمك انتي. صبرني يا رب. ما تيجي نلعب. نلعب ايه؟ عسكر وحرامية. اه ده احنا ابتدينا نستظرف. لا بجد والله مش انت ظابط؟ يبقى انت تعمل عسكر وانا هعمل حرامية، والبقاء للأقوى يا عينيا. لو عثرت فيكي هخلص عليكي بالسلاح اللي معايا ده وانت حرة. يلا بس تعالى. بص انا هعد 1 2 3 هتغمض عينك وتدور عليا. لو لقيتني قبض عليا بقى. مش عيب ظابط محترم طوله 190 سنتي يجري ورا واحدة قزعة زيك؟ ينفع كده؟ وفيها ايه يعني؟ مش يمكن عند ربنا احسن مني ومنك؟ امري لله. ها، خليك مغمض. حاضر. يلا فتح. فتح عينه وقعد يدور عليا. اديني اي اشارة طيب يا سليمان بالله عليك. انا وراك يا عسل والله. ده انت قلبك مات بقى. اللي هيمسك التاني امه رقاصة. جري ورايا خدنا الاوض كلها. كنا بنلعب وفرحانين. دخلنا المطبخ، الخدم كانوا واقفين مستغربين. فهد الحقني. وأثناء ما احنا بنجري وقاعدة من على السلم ما كنتش قادرة أقوم. شني وداني الأوضة وجابلي دكتور. بسيطة إن شاء الله، هي بس تمشي على المرهم ده أسبوعين وهتبقى كويسة. حاولي تتجنبي إنك تقومي أو تمشي عليها إلا في الضرورة وبس. احنا متشكرين أوي يا دكتور، تعبناك معانا. العفو على إيه، بعد إذنكم. مشي الدكتور. ادي اخرة اللي يلعب عسكر وحرامية. بس ما تنكرش ان اللعب ده حلو. اتقي الله، انت تعبانة ومش قادرة تقومي. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة. انا هاخد اجازة من الشغل اسبوعين عشان اقعد معاكي. لا طبعا، انزل شغلك. ابتسام معايا. ابتسام ايه دي اللي مش قادرة تشيل نفسها؟ ما تشيليش هم حاجة، كل حاجة هتجيلك لحد عندك. ايوه بس مفيش بس. اسبوعين مش عايزة المحك فيهم برا السرير ده. ماشي. وتاني يوم صحيت من النوم لقيت فهد نايم على الكنبة اللي جنب السرير وجنبه المرهم اللي الدكتور كتبهولي. فهد. فهد. ايه في ايه؟ مالك تعبانة؟ حاسة بحاجة؟ اطلب لك الدكتور؟ ايه مفيش حاجة. اهدى. انا بس بصحيك عشان تقوم تنام في اوضتك عشان ما تتعبش من نومة الكنبة. انا مش عايزة انام في الأوضة، لو هضايقك ممكن امشي. لا مش مضايقني والله، انا بس خايفة تتعب. مش مهم، المهم اطمن عليكي. باب الأوضة كان بيخبط. ادخل. صباح الخير يا فهد بيه. صباح الخير يا سما هانم. حضرتك كويسة دلوقتي؟ اه الحمد لله، احسن بكتير. والله اتخضينا عليكي كلنا امبارح. شوية كده بس وهنرجع نتنطط تاني. تاني يا زكي؟ مالكش دعوة مالكش دعوة. عموما الفطار جاهز. طب هاتيه هنا، هناكل النهاردة هنا. هو انت ممكن تاكل برا على فكرة لو عايز. وانت هتاكلي لوحدك؟ هاتي الأكل يا ستي خلاصي. عناية يا فهد بيه. وفعلا جابت الأكل وحطيته على السرير وكان أنا وفهد. بس إيه رأيك في الفطير بالعسل؟ لا يجنن بجد. ولا الجبنة؟ أي خدمة، بندلعك أهو.
ما تيجي نطلع نقعد في البلكونة شوية؟ ما ينفعش تتحركي قلنا. طب نتمشى شوية في الجنينة. هو أنا بتكلم ألماني ولا إيه؟ ما هو يعني أنا متعودتش أبقى قاعدة كده. طب استني 5 دقايق. طلع بره 5 دقايق وجه، كان معاه كتاب. إيه ده؟ هقرالك شوية عشان تتسلي. بس أنت مالكش في القراية. مش مهم. طب ده كتاب إيه؟ والله ما أعرف. هو أنت اشمعنى اخترت الرواية دي؟ مش عارف، حسيت إنها حلوة. هو يعني إيه إيكيادولي دي؟ بحبك. قلتي إيه؟ بحبك. إيكوادولي معناها بحبك، فحسيت إن دي إشارة. بتقول حاجة؟ لا 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 لا، ما بقولش. المهم، تحبي أجيب لك رواية غيرها؟ لا خليها. اشمعنى؟ يعني حلوة بحبها. بتحبي إيكوادولي؟ جدا. وأنا كمان. أنت كمان إيه؟ بحبك. نعم. أنت مش قلتي إن أنت إيكوادولي دي يعني بحبك؟ أنا كمان يعني بحبها. إيه مالك؟ طب اطلع برا. دي اخرتها يعني؟ اه. اقسم بالله ما هسيبك رجلي على رجلك. في اللحظة دي التليفون بيرن. اوعى يكون عمك القذر ده تاني. لا لا لا، ده دول ناس مش شغل عندي. الو. ايوه استاذة سما معايا. ايوه، كنا بنكلم حضرتك بخصوص انك ترجعي الشغل. ايوه، حضرتك قلتيلي الميعاد امتى بالظبط؟ على اول الشهر الجاي تيجي تستلمي شغلك تاني، والمكتب بتاع حضرتك زي ما هو. هنبعتلك ميل قبل الميعاد ب3 ايام. تمام، شكرا جدا. العفو يا فندم، مع السلامة. مع السلامة. قالت لك ايه؟ دي بتقولي على الميعاد اللي هرجع فيه الشغل. ايوه بس انت لسه تعبانة. ده لسه على اول الشهر. وبعدين يا سيدي نبقى نمشي بعكاز. هو انت بتشتغلي ايه بالظبط؟ حاجة كده اسمها برمجة. كنت بتكسبي كويس يعني على كده من البرمجة؟ اه الحمد لله. هو انت ينفع تجيب لي اللابتوب اكمل شغل؟ يا سلام. بس كده؟ ثانية واحدة. وفعلا جاب لي اللابتوب وابتديت اشتغل عليه، وهو كان قاعد جنبي. كنت بصل للشاشة. قاعد كده ليه؟ بتشمس. والله. اه والله. اوضتك دي داخل لها اشعة شمس، انما ايه اورجانيك. يا زين ما اخترت والله. اه والله. هو انت هتخلصي شغل امتى؟ انا لحقت. ده انا لسه بادئه. يعني فاضلك قد ايه كده؟ يعني مثلا نقول ساعة، ساعة ونص كده. يا ده كتير قوي. انت ممكن تطلع تعمل اي حاجة لو عايز عشان ما تزهقش. طب هطلع الف لفة واجيلك. ماشي. ابقى طلع علينا. انا اقدر برضو. وبعد ساعة. سما، الحقي بصي لقيت ايه؟ خير في ايه؟ بصي الكتاب ده. اه ده 12/12. ماله؟ ايوه يعني ايه بقى 12/12 دي؟ بص يا سيدي، الوقت ده تحديدا بيبقى وقت تحقيق الأمنيات. ممكن تكون خرافة، بس أحسن من واقع كتير بنعيش فيه. زي ما هو مكتوب كده، رب خرافة خير من 1000 واقع. يعني لو أنا اتمنيت أي حاجة في الوقت ده هتتحقق. طبعا كله بإرادة ربنا، بس بنسبة كبيرة جرب حظك. وماله نجرب. على فكرة، أنا قريت فيه كده شوية. إيه ده بجد؟ أيوة، وعلمت على شوية جمل كده عجبوني. تحب تشوفيهم؟ طيب يا سيدي وريني. أنا أحتاج إلى ساعات لكي تقعي في حبي. أجمل ما نكتبه هو الذي لا نعيد قراءته، فبعض الكلمات كلوحة فنية لا تستطيع التعديل عليها بعد الانتهاء منها. إيه ده الله بجد. ده انت طلعت ذوقك عالي بقى اهو. امال انت فاكرة ايه؟ على كده بقى لو قرأت حاجة تانية وعجبتك لازم تيجي وتقولها لي. ايه ده بجد؟ اه طبعا. انا خلاص بقيت واثقة بذوقك، وانا احب الحب واحب اللي يحب. دخلنا في السكة دي. انا بقى حبيت انسان جرحني، حبيت خفاش سوحني. المهم، خلصت شغل؟ لا فاضل لي سيكة. يوه، ده انا بخلص شغلي اسرع من كده. خلاص خلاص، هم 10 دقايق، بطل رغي. طيب اقعد معاكي؟ فهد احنا اهل. اقعد طبعا يا اخويا. اخويا؟ هو اهل؟ طب انا ماشي. يا عليك، ده انا بهزر.
اقعد ما يهمكش. قعد جنبي على السرير وفضل باصصلي متنحلي. انا كنت بص على الشاشة، مركز معايا كده ليه؟ بتأمل في جمال ربنا. ايه ما تأملش يعني؟ ماشي يا سيدي، اتأمل. العب، ولد عيب. يا ستي ماشي، انا ساكت اهو. اوف، واخيرا خلصت، اخيرا. ها، هنعمل ايه بقى؟ انتي تأمري بأي حاجة وانا اعملها لك. انا نفسي اخرج بره في الجنينة شوية. ما احنا قلنا بقى بلاش نتحرك. عشان خاطري يا فهد، حبة صغيرة قد كده اهو. ماشي، امري لله، تعالي. شني ونزل بيا الجنينة. انا بصراحة كنت فرحانة جدا، اول مرة احس الاحساس ده. قعدنا. ها، مبسوطة؟ أوي 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 يا فهد. أي خدمة يا عسل. والله احنا ما شفنا رجالة قبل كده، والله ما شفنا. طيب بالمناسبة بقى دي، ينفع أسألك سؤال؟ أكيد. عمرك حبيتي قبل كده؟ إيه السؤال ده؟ أدينا بنتسلى. ها. لأ، عمري. طب ليه؟ أنا طول عمري عايشة لوحدي، وما كانش عندي وقت أبدا للكلام ده خالص. كل وقتي للشغل والدراسة وبس. طيب مش ناوية؟ ناوية إيه؟ يعني مش ناوية تحبي والنون ما بين اتنين ياء؟ سكت شوية وبعدين رديت بابتسامة وقلت: أنا تعبت من القعدة، ينفع تشني للأوضة؟ شني، وداني لحد السرير، غطاني ونام جنبي على الكنبة. عدت أيام كتير لحد ما تعافيت ورجلي اتحسنت وبقيت أعرف أمشي لوحدي. كل الأيام دي وهو واقف معايا وسندني، ما سابنيش لحظة واحدة. كان دايما حواليا في كل خطوة بخطيها. كان بيساعدني أشتغل ويرجعلي الشغف تاني. ده غير الروايات اللي كان بيقعد يقراها لي بالساعات، والأكل اللي كان بيعملهولي بنفسه. فهد، الضابط الشديد، المعروف بطبعه الصعب، معايا بيبقى حاجة تانية خالص. بس بقولك ايه، تصدقي ان عنترة مكدبش لما قال أعود منتصرا بكل معاركي وأمام عينيها البريئة أهزم؟ يا واد يا واد يا واد، انت ده انت بقيت شاعر اهو. ايه، قاعدة كده ليه لوحدك؟ بصراحة كده كنت عايزاك في موضوع. قلتيلي. يا عليك على طول ظالمني كده. قولي، في حاجة ولا ايه؟ لا بس اصل ايه، اصل بصراحة انا احتمال ارجع القاهرة قريب جدا. ملامح وشه اتغيرت، بقى حزين قوي. ايه، ترجعي القاهرة؟ اه، المكتب كلمني وقال لي اني انا ممكن ارجع في اي وقت. بس بس انتي لسه ما خفتيش ولسه رجلك تعباكي. ما تخافش، ما انا هنتظم على الدواء اللي الدكتور قال عليه. ايوه، طيب انتي ازاي هتقعدي لوحدك كده؟ فهد، انا كنت عايشه لوحدي اصلا في القاهره طول عمري. اه صح. طب يعني هو ما ينفعش تشتغلي من هنا زي ما كنتي بتعملي؟ مش انتي كنتي مرتاحه صح؟ ممكن، بس ايه اللي يخليني اشتغل اونلاين وانا اقدر ارجع مكاني عادي؟ يعني يعني ده اخر كلام؟ المفروض اخر كلام. قالوا وهو باصص بعيد. والمفروض يعني انك هتمشي امتى؟ همشي النهارده الفجر. امم طيب تمام. وسابني ومشي. دخل اوضته، لقيت ابتسام كانت واقفه من بعيد وسمعت كل حاجه. هو انتي فعلا هتمشي يا سما هانم؟ ما تخافيش يا ابتسام، وعد مني هاجي ازوركو. وبعدين احنا معانا ارقام بعض، تليفونات بقى كل يوم. بصي انا مش هرحمك. هتوحشينا، هتوحشينا قوي يا ست سما. هو انتوا كمان والله. بعد اذنك انا هطلع اوضتي. طلعت اوضتي، قفلت الباب. كانت الساعة 1 بالليل. حضرت الشنط ولميت الحاجة. بعد ما خلصت كنت قاعدة على السرير، قعدت أتأمل في الأوضة شوية وافتكر أيام ما كنت تعبانة وفهد جنبي. الضحك والهزار واللعب والخناق، كل حاجة. قعدت في الجنينة وأنا قاعدة بشرب كوباية النسكافيه. الجو كان فيه لسعة برد ونور، القمر كان منور والسما شكلها حلو. حسيت بحركة حواليا. عم غفران، أنا جاية أقعد معاكي شوية. ده طبعا لو مش هيضايقك. تضايق مين؟
ده انت الفرح والخير كله جاي على ايدك يا عم غفران، يا عسل انت. تعال اتفضل. بصي يا بنتي، انا جاية اقولك كلمتين اتنين بس لازم الاول اسألك سؤال. قولي يا عم غفران، انت بتحبي فهد؟ سكت وما ردتش، بصيت في الارض. يبقى بتحبيه. بس بس انا ما جاوبتش. في اسئلة كتير يا سما يا بنتي ليها اجابة من غير كلام. نظرة العين اجابة، الابتسامة اجابة، حركة الايد اجابة، الدموع اجابة، حتى ملامح الوش اجابة. النظرة اللي بشوفها في عيون فهد بيه وهو معاكي تقوله انه بيعشقك مش بس بيحبك. فهد بيه عمره ما حب حد، عمره ما خضع لحد، عمره ما سمع كلام حد ولا جه على نفسه عشان حد، ولا عمره رجع في كلمة قالها، عمره ما قرأ روايات ولا كان بيقرأ من أساسه أي حاجة. طب تصدقي إن عمره ما ضحك معانا قبل كده غير لما انتي جيتي حليتي حياته، شقلبتيها. بس الشقلبة دي هي اللي رتبت كل حاجة في مكانها. يعني أعمل إيه دلوقتي؟ ما تمشيش يا سما يا بنتي، انتي لو مشيتي فهد بيه ممكن يجراله حاجة. عمره ما كان مبسوط زي ما كان معاكي دلوقتي. بس بس ده مش مكاني ولا دي عيشتي. أنا مش متعودة أبدا أعيش كده، ولا حتى إنه فهد بيه عنده بيت في القاهرة وكتبه باسمك. إيه؟ باسمي أنا؟ أيوة. هو كان عارف إنك مش هتقدري تعيشي هنا على طول بحكم شغلك وتربيتك، فاشترى البيت وكتبه باسمك عشان تعيشي فيه. أنا مش قادرة أصدق. هو ليه عمل كل ده؟ لسه مش عارفة برضه يا سما هانم. مراية الحب عمية. يعني تفتكر أنا لما جيت اتجوزت شمس مراتي ما كانش فارق معايا أي حاجة غير إننا نبقى مع بعض. مش مهم الناس، مش مهم أبيع اللي ورايا واللي قدامي، مش مهم أي حاجة قد ما مهم إنها تكون ليا ومعايا عشان بحبها. سمعتي قلت إيه؟ بحبها. في اللحظة دي ابتسام اتدخلت وقالت: فهد بيه لما كنتي تعبانة كان هيتجنن، كان نفسه تخفي بأي طريقة، كان عاوز يعمل أي حاجة عشان تبقي بس كويسة. فهد ما كانش منتظم في الصلاة قوي كده، بس لما كنتي تعبانة ما كانش بيوقف صلاة ودعاء. لحد دلوقتي كنت بسمعه بيصلي ويدعي بالليل إنك تبقي معاه على طول وما تمشيش. كنت بسمع الكلام وأنا في حالة صمت رهيبة، ما كنتش أبدا مصدقة إن الكلام الصارم الشديد العنيد اللي كان قدامي فجأة ومن غير أي مقدمات بقى إنسان لين وسهل كده معايا. حضرني جملة بتقول: يصبح المرء رقيق إذا لامس قلبه الحب. وتقريبا كده فهد فعلا طلع بيحبني. أنا لازم أطلع أوضتي دلوقتي. جريت على فوق من غير حتى ما أقولهم حاجة تاني. رتبت الشنط، غيرت هدومي. أيوة، أنا خلاص قررت أمشي. معرفش ليه بعد كل الكلام اللي أنا سمعته ده حسيت إني أنا عايزة أمشي أكتر، أو يمكن عايزة أهرب، مع إن المفروض العكس. المفروض المشهد يبقى غير كده خالص. المفروض أطلع لفهد أحضنه، أقوله أنا خلاص قررت إني مش ماشية وهقعد معاك. لكني مش هقدر أعمل كده أبدا، معرفش ليه، بس عندي رغبة ملحة إني أمشي وأسيب كل حاجة. لميت كل حاجة وفضلت قاعدة على السرير مستنية الساعة تيجي 4 علشان أمشي. لقيت الباب يخبط، لقيت فهد قدامي، عيونه مدمعة. فهد، في حاجة؟ بص على الشنط واللبس اللي أنا لبسته، عينه دمعت أكتر. فهد، أنت كويس؟ ما قالش حاجة. ما تسيبنيش يا سما، أنا من بعدك مش هعرف أعمل أي حاجة. أنا ما كنتش ناوية أمشي، بس ده مش مكاني يا فهد. طيب بصي، تعالي نمشي سوا، هنعيش هناك في القاهرة زي ما انتي عايزة. ها، قلتي ايه؟ قلتي اني لازم امشي دلوقتي عشان القطر ما يفوتنيش. شدني من ايدي. بس بقى انا حياتي اتدمرت بسببكم. انت واهلي، انتوا السبب، انتوا اللي جبتوني هنا. انا حياتي اتشقلبت وما كنتش عايزة اعيش في الظروف دي. وما تقوليش ده نصيبك وقدرك، احنا اللي بنختار نصيبنا بنفسنا. القدر والنصيب دول كلمتين بنضحك بيهم على نفسنا. ولازم تعرف كويس قوي ان لو كان بايدي اختار نصيبي
عمري ما كنت أختارك. فضل مصدوم من الكلام اللي بيسمعه، ما بيتكلمش، كان باصص لي بحزن. انت عارف كويس ان انا اللي ما اخترتش الظروف دي. انا اتفرض عليا الوضع ده بأبشع طريقة ممكن الواحد يتعرض لها، ويا ريته جه من حد قريب. ده جه من اهلي او اللي كانوا اهلي. انت ما عندكش حاجة تقولها؟ وانا خلصت كلامي. لو سمحت، انا عايزة امشي. انت ايه اللي غيرك مرة واحدة كده؟ ما انت كنتي كويسة معايا. ايه اللي حصلك؟ وليه فجأة بقيتي قافشة في كلمة عاوزة امشي؟ عشان خاطري، عشان خاطري سيبني امشي، انا مش عاوزة اقعد هنا. انا مش هسيبك غير لما افهم فيه ايه. هو انا ضايقتك في حاجة؟ طب حد هنا ضايقك؟ انا مش عاوزة اتكلم او مش عاوزة اسمع حاجة. لو سمحت سيبني امشي. وانتي مش هتتحركي من هنا غير وانا معاكي، واقسم بالله ما هتكوني لحد غيري ولا هتتجوزي من بعدي، ومحدش هيقدر يعملك حاجة. ولو جبتيلي الجن الازرق عشان يخرجك من هنا مش هتخرجي يا سما. سامعة؟ انا ما بحبكش يا فهد. لا بتحبيني. هو بالعافية؟ انا ما بحبكش يا اخي. لا بتحبيني يا سما. وحتى لو كده بالعافية، بالعافية هتحبيني يا سما. وطلاق انا ما بطلقش. والأوضة دي مش هتخرجي منها غير وانتي شايلة فكرة السفر دي من دماغك. نهار ما يعلم به الا ربنا. هو انت هتحبسني بقى ولا ايه؟ وشوفي مين هيخرجك. طب استهدى بالله بس. خلاص انا مش رايحة في حتة. انا اصلا كنت بهزر معاك. انا كنت بختبرك عشان اشوفك فعلا بتحبني ولا كلام كده وحب تملك وخلاص. مش مصدقك. طيب انا هقوم اغير هدومي دلوقتي اهو، وارجع كل حاجة مكانها. طب وريني. اوريك ايه بالظبط؟ لا فوقلي كده للكلام. مش قلتي هغير هدومي وارجع كل حاجة مكانها؟ حصل. طب وريني. مش همشي من هنا غير لما اتأكد بنفسي. لا يا حبيبي، اوعى تكون فاكرني سهلة كده. لا مش للدرجة دي، ده بعينك. ده انا اوديكوا كلكوا في داهية. الله، انت بتغلطي على فكرة. كله الا شرفي، انا بقولك اهو. وانا اموت في الاحترام. ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ ابدا. انا بس عايز نتكلم كده على رواقه. بس انا خلاص خلصت كلامي. مسيو جاك، انا لسه ما خلصتش كلامي. اتفضل. بحبك. نعم. بحبك ايه؟ طيب روح شوف لك روايه من الروايات اللي هناك كده، هتلاقيها في المكتبه. روح كمل القرايه لو عايز. سما. نعم ايه؟ بحبك. عارف ايه؟ عايزه تقولي ايه؟ وانا كمان. انتي كمان ايه؟ بحبك. يعني بحبك يا عبيط. طب ما انا عارف. يعني خلاص. خلاص. مش هتمشي؟ مش همشي ابدا ابدا ابدا. ومش هتسيبيني؟ مش هسيبك خالص. بتحبيني؟ بحبك موت. امال ايه ما بحبكش دي؟ ده كلام كنت بختبرك بيه. يعني كان ممكن تختاريني؟ ما كنتش هختار غيرك. يعني انا ما دمرتش حياتك، انت رجعتلي الحياة تاني. طيب اذا كان كده بقى، دقت ساعة العمل. ايه ده؟ في ايه؟ دقت ساعة الانتصار. طب استنى بس هفهمك. طيب ما تيجي نعمل لنا كوبايتين شاي واقولك حبيتك ازاي وامتى. علاقتنا غريبة ورائعة. انا الغريب وهي الرائعة. ولحد هنا انتهت قصتنا. اتمنى القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا انكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلوكوا اشعار اول ما انزل الجديد. واستنونا في قصة جديدة ان شاء الله.